اتصلت فيني بنت تصيح تقول: دكتور، امي بتقط قطوتي برا البيت. قلت لها ليش؟ قالت القطط تسبب عقم للبنات. في هذا الفيديو راح اكلمكم عن حقيقة هل القطط تسبب عقم للبنات. قبل ما نبتدي الفيديو اطلب منكم انكم تحفظون الفيديو وتخلون لايك وتبعثونه للناس اللي تطلق هالاشاعات. اشاعة تم نشرها بين بعض الناس غير مبنية على مصدر علمي أو طبي أو دراسة تقول بأن القطط تسبب عقم للنساء، وهذا الكلام غير دقيق على الإطلاق، ومصدر الإشاعة أو سبب انتشارها بصراحة غير معروف. لازم تعرفون الكلام اللي راح أقوله مو لأني أنا أعشق القطط وأحب تربيتها وأدافع عنها، الكلام اللي راح أقوله مبني على أسس علمية. أنا ما أقول لكم إن 100% ما في خطر، لا في خطر بس بنسبة قليلة جدا. ركزوا معاي، سمعتوا عن مرض يسمى داء المقوسات أو التكسوبلازما؟ التكسوبلازموسيس قد ينتقل في الحالات النادرة جدا من القطط إلى النساء الحوامل ثم إلى الجنين، وممكن يسبب تشوهات أو ربما الإجهاض. لكن في الحقيقة احتمال الإصابة بهذا الداء من القطط ضئيلة جدا جدا، ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها حول العالم ترجح أن الإصابة بهذه العدوى من تناول اللحوم النية أو الخضار الغير مغسولة، يعني أشياء أخرى ممكن تنقل التوكسوبلازموزس للمرأة أكثر من القطط. لماذا هذا الترجيح؟ أولا، تصاب القطط بداء المقوسات فقط عند أكل اللحوم النية أو الملوثة، أو أكلها للفئران أو الطيور، أو التربة الملوثة بهذه الطفيليات. إذا القطط المنزلية يا دكتور هاشم ما تصاب بهذه الداء المقوسات، اللي يتم اهتمام فيها وزيارة الطبيب البيطري لها بالانتظام وإعطائها التطعيمات أول بأول واهتمام بطعامها ونظافتها ونظافة مكانها، غير طبعا معرضة للإصابة. ثانيا، داء المقوسات ليس مرض ينتقل عبر الهواء أو عبر الجلد، هو مرض يمكن ينتقل فقط عن طريق الاتصال ببراز القطط الملوث. يعني عشان يصاب به الإنسان يجب أن يكون شنو؟ يكون قد لمس البراز ومن ثم أكل طعامه بيده دون أن يغسلها. يعني لازم تهتم بالنظافة الشخصية أولا وآخرا، هذا شيء أساسي. الاستنتاج: لا ترمي القطط اللي اعتادت أنها تتربى وتعيش في داخل المنزل، وهي إذا أنت قطيتها برا البيت هي غير قادرة على العناية بنفسها وتتخلى عنها لأسباب وهمية غير واقعية. ثقف نفسك، مو تقعد في القهاوي وتجلس تسولف وانت ما عندك أي حقائق علمية، ترى يضحكون عليك وممكن أحد يصدقك وعقب يكتشف أن كلامك فاضي، ايش راح يسوي فيك؟ فعليك أنك تثقف نفسك وابحث عن الحقائق العلمية. اهتم بنظافة القطط اللي عندك وقدم لهم الطعام الطازج النظيف، حممهم واهتم بنظافتهم ونظافة صندوق قضاء حاجتهم، واكيد اهتم بنظافتك من حيث انك تغسل يدك دائما قبل الاكل في كل الحالات. ولمزيد من الحماية للمرأة الحامل يفضل ان صندوق فضلات القطط ما تقترب منهم، او ترتدي القفازات وتغسل يدها. تفحص القطط عند الطبيب البيطري وتتأكد ان القطط حاملة هالمرض او غير حاملة. إذن الجواب النهائي للسؤال: ليس هناك دراسات تثبت أن تربية القطط تسبب العقم للبنات، لكن المحافظة على القواعد الأساسية، النظافة والصحة، نضمن سلامة الجميع، سواء في موضوع تربية القطط أو الوقاية من الأمراض العامة. والحين كتبوا لي في التعليقات، هل شفتوا نساء القطط سببت لهم العقم؟ وهل شفتوا نساء يربون قطط كثيرة وعندهم عيال ما شاء الله درزن؟